السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بسرعة في 3 دقائق ولا راح نهضروا على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي منشط كأس العالم، نصف نهائي كأس العالم 2022. كان دار نتيجة تعادل إيجابي مع الكوت ديفوار. فالكوت ديفوار كانت عرفت السيطرة تاع المنتخب تاع الكوت ديفوار. كان المنتخب الكوت ديفوار دار عدة هجمات أو عدة فرص للتسجيل، ما كانش الحظ معاه أحيانا، وأحيانا كان المهاجمين تاعو ينقصهم التركيز. كان رابح هدف ل0، سجل هدف في دقيقة 48. اللقاء كان يمشي مليح، ولكن المنتخب المغربي سجل هدف التعادل في دقيقة 80 عن طريق خطأ من المدافع. وش رانا حبينا نقولوا على المنتخب المغربي؟ باللي مازال عايش بالاحلام هذه تاع كاس العالم، نصف نهائي كاس العالم. حتى المدرب تاعو في كل مره يذكر او يذكر الناس بانه هو عنده نصف نهائي كاس العالم. هذه الامور ما راحش تخدم المنتخب المغربي باش يطور اللعب تاعو، يطور نفسه، يطور طريقه اللعب نتاعو. توجور المنتخب المغربي يبقى يلعب بالضغط، مازال يلعب كما كان يلعب كاس العالم، يلعب في الدفاع ويدير هجومات سريعه او معاكسه. وكي تلعب في افريقيا راح تلعب مع فرق ضعيفه وفرق متوسطه، لازم لك انت اللي دير اللعب، لازم تكون عندك طريقه لعب، لازم لك تحتفظ بالكره، لازم لك تسيطر. وباش دير الامور هذو لازم يكون عندك فريق منظم. الركراكي ماهوش يخدم باش يكون عنده فريق منظم، راه في كل مره يذكر باللي هاو نصف نهائي كاس العالم، ولكن في الميدان رغم ثراء التعداد اللي عنده، رغم القيمه التسويقيه تاع اللاعبين المغاربه هي الاعلى في افريقيا، إلا أنه ما زال يلعب في الدفاع، وما زال يخلي الفرق المنافسة هي اللي دير الريتم. هو يلعب في الدفاع، ينطلق في هجومات معاكسة، ويعتمد على التقنيات تاع اللاعبين اللي عنده باش يسجل عن طريق ضربات ثابتة. وش حبينا نقولوا على المنتخب المغربي؟ لازم له يدير طريقة لعب كما كان في وقت آلي لوزيتش. كان عنده فريق مليح، فريق منظم. ما نقولكش اقوى المنتخب الجزائري، والمنتخب الجزائري اقوى، ولكن كانت عنده طريقه لعب. كان يلعب كره مليح. كان تحب تشوف المنتخب المغربي يلعب الكره، كان خاصه في الهجوم تشوفوا احيانا يهاجم ب6 لاعبين 7 لاعبين. التحرك تاع المهاجمين تاعو، تبادل الاماكن واللعب بدون كره داخل منطقه 18 تاع المنتخب المنافس، كانوا يلعبوها بطريقه فنيه رائعه. ولكن حاليا الركراكي ماهوش يعمل على تقوية طريقة اللعب تاع المنتخب المغربي. لذا أننا نقول بالاتحادية المغربية سوف تتخلى عن المدرب الركراكي بعد كأس إفريقيا 2024، لأنه حتى الركراكي قال لك أنا يوكا ما نلحقش نصف النهائي تاع كأس إفريقيا، الهدف تاعي ما لحقتوش، أنا نستقيل. وهكذاك راني نشوف فيها باللي الركراكي من 2024 كاس افريقيا ما راحش يكمل. والاتحاديه المغربيه راح تشوف مدرب اخر يعمل طريقه لعب للمنتخب المغربي. وهذه هي اخواني، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.